انا نازل يا ست علا. ماشي يا محمود. عرفيني يومك ايه النهارده عشان ابقى عامل برضو حسابي. احتمال يا محمود امي تجيني. هو انا مش قلت لك 100 مره امك ما تجيش هنا يا علا؟ انا نفسي اعرف امي عملت لك ايه. الست ما بتتكلمش معاك خالص، ليه بتعملها المعامله الوحشه دي؟ ليه بتكرهها قوي كده؟ يا ستي انا كده، انا حر. انا من ساعه ما دخلت بيتكم وانا ما استريحتلهاش. اظن بقى دي حريه شخصيه مش هتحاسبيني عليها. يا محمود اعتبرها زي امك. بس اسكتي، زي امي ايه؟ لا طبعا مش زي امي، ولا عمرها هتبقى زي امي. لا حول ولا قوه الا بالله. وانت نسيتي يا علا ان انا كنت هطلقك مرتين بسببها ولا ايه؟ وخلي بالك انت اصلا ما تفرقيش معايا ولا اهلك يفرقوا معايا. انا كل اللي هاممني ومخليني مستحملك لحد دلوقتي هي عيالي. وهرجع اقولها لك بدل المره الف. امك يا علا ما تجيش هنا بيتي. هظن بقى ان ده بيتي وبراحتي وانا حر فيه. ادخل اللي يعجبني واللي ما يعجبنيش ما ادخلوش. يعني انت عايزني اقول لامي ما تجيش بيتي وتقعد معايا شويه وتشوف عيالي؟ لا انت اختلط عليك الامر، ده بيتي انا مش بيتك انت يا علا. وانا عرفتك وقلت لك اذا كنت مستحملك بس عشان خاطر العيال. انت اصلا ما تفرقيش معايا. كتر خيرك يا محمود، كتر خيرك قوي كمان. وزي ما انت عايز امي ما تدخلش البيت يبقى امك كمان ما تجيش. انت اتجننتي في عقلك ولا ايه يا علا؟ ام البيت بيتها والمال مالها، وتخبط الباب برجليها وتقعد في المكان اللي هي عايزاه. لا ومش كده كمان بس، دي تمد رجليها ولو عايزه حتى تعمل حمام في المكان اللي قاعده فيه هي حره. بيتها وبيت ابنها وتتصرف فيه زي ما هي عايزه. اوعي تقارني نفسك او والدتك بامي. هي انتوا حاجه وهي حاجه تانية خالص. يعني ايه يا محمود؟ يعني زي ما سمعتي يا علا، امي البيت بيتها وتيجي في اي وقت على راسي ودماغي وجوه عينيا. امك يا ستي شخصيه مش مرغوب فيها. يبقى انا حر استقبل اللي استقبله وما استقبلش اللي مش عايز استقبله. وما تفتحيش معايا الموضوع ده تاني. اتفقنا يا علا؟ انا مش هرد عليك خالص، انا هسيبك لله. وانا ماشي يا علا رايح الشغل. واوعي تفتكري لو امك جت وانا مش هنا مش هعرف. انا هعرف كل حاجه وعارف كل حاجه عن بيتي. مع السلامه يا ست علا. نفسي اعرف بيعمل معايا كده ليه. اقسم بالله ده انسان مش طبيعي، لا عنده اخلاق ولا عنده اصل. امي عملت له ايه؟ دي ما بتتكلمش معاه كلمتين على بعض، وكل ما يشوفها يكشر في وشها، سواء هنا ببيته او عند ابويا. ايه اللي هو بيعمله ده؟ والله يا محمود ما مسامحاك، ولا دنيا ولا اخره. ايوه حاضر انا جايه. ايه ده امي؟ ازيك يا علا يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله يا امي. ايه الشنطه اللي انت جايباها دي؟ انا جايبه لك يا حبيبتي شويه حاجات كده، وجايبه كمان للعيال شويه حاجات بيدخليهم التلاجة يا علا. حاضر يا امي، اتفضلي تعالي. العيال فين يا علا؟ وحشني قوي. دول راحوا المدرسه يا امي. اتفضلي يا امي اقعدي. ابوكي كان هيجي معايا يا علا، قلت له لا خليك انت، انا هروح اودي لها الحاجات بسرعه واجي. منوراني يا امي. انا كمان قلت استنى لما جوزك ينزل يا علا. اتاكد يا حبيبتي ان هو نزل. انا عارفه ان هو ده ودائي، مع اني ما بعملوش حاجه والله. كل واحد حر يا امي، سيبيه. طالما انت ما عملتلوش حاجه يبقى خلاص. يعلم ربنا يا بنتي هعمل له ايه. ده انا بعامله زي ولادي. الله يسامحها امه بقى، شكلها هي اللي شايلته مني من غير ما اعمل لهم اي حاجه. ربنا اللي من طلع وشايف يا امي، وهيدي كل واحد على قد جزائه. عندك حق يا بنتي، انا ماشيه بقى يا علا. ازاي يا امي تمشي على طول كده؟ طب استني واقعدي معايا لحد ما العيال يجوا من المدرسه. لا يا علا، انا همشي حبيبتي عشان هو كمان ما يجيش يلاقيني وتحصل مشكله ما بينك وما بينه. انا همشي وانت بقي تعالي لنا اقعدي معانا يوم. حاضر يا امي. مع السلامه حبيبتي، وبوسيلي العيال كتير. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمود. كانت عملت لك ايه امي عشان تعملها المعامله دي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. اه طبعا قاعده، ولا على بالك ان انت تطيعي جوزك ولا لا؟ في ايه يا محمود؟ ايه اللي حصل؟ ومالك داخل بزعابيبك ليه قوي كده؟ داخل بزعابيبي؟ فعلا ما تتامنيش. انت لو لقيتي حد يربيكي ما كنتش عملتي كده. ممكن تقولي انت بتزعق ليه من غير الكلام الالغاز ده؟ ايه اللي جاب امك هنا؟ انا مش قلت لك ما تخشيش البيت؟ مين اللي قالك يا محمود؟ هي اللي قال لي يا حبيبتي. ده حظها حلو قوي ان انا ما لحقتهاش وهي مشت. كنت جيت وطردتها. لو عندها كرامه ما كانتش دخلت هنا تاني. اللي انت فيه ده؟ انت مالك بتكلمنا كده ليه؟ امي مش جايه تشحت منك، امي جايه وجايبه شنطه معاها اكل لينا وللعيال. بتجيش تقولك اكلني، ما شربتش حتى بق ميه ببيتك عشان ترجع وتتكلم بالطريقه دي معايا. جت اطمنت على بنتها ومشت، واظن ان ده حقها. انت بقى واحد ما بتفهمش في الاصول، دي حاجه ترجع لك انت مش ترجع لي انا. انا واحده متربيه وعارفه ازاي ابر امي زي ما انت بتعرف ازاي تبر امك. ولا انت خدتني يبقى خلاص عايز تقطعني من اهلي؟ اهلي مين يا ام اهلي اللي انا هقطعك منهم؟ انا بيتي وانا حر فيه وادخل فيه اللي انا عايزه، وقلت لك ما ادخلش اللي انا عايزه. انت بقى ستي مش محترمه وما بتسمعيش كلام جوزك. لا يا محمود انا محترمه، ومحترمه كويس قوي. لو انت شايفني مش محترمه انا اخد بعضي يا عم وامشي.
تمشي تروحي فين يا ست علا؟ امشي اروح بيت اهلي؟ اوعى تفتكرني ان انا مقطوعه ولا ماليش حد. ما انا عارف. بتصدق بقى يا محمود ان انا ماشيه وهلم هدومي واخد عيالي وامشي؟ وساعتها بقى يبقى اروح للست والدتك تيجي تقعد معاك، او روح انت اقعد معاها، او قول لها يا ام الحقد اللي انت زرعتيه في قلبي طفح عليا وخلاني اخرب بيتي بايدي. بقول لك ايه يا علا، امي ما تجيبيش سيرتها على لسانك ومالكيش دعوه بيها خالص. ولو فكرتي بس يا علا لمجرد التفكير ان انت تخرجي من البيت ده مش هتدخليه تاني، ولا هروح اخدك ولو عدى بدل اليوم 100 سنه. همشي يا محمود، واللي انت عايز تعمله اعمله، خلاص ما بقتش فارقه معايا. عيشه بذل وعمال تقول لي انت كمان مش فارقه معايا. عيش عشان خاطر ايه؟ بعد اذنك يا محمود، انا هغير هدومي واخد شنطتي وهعدي على عيالي في المدرسه اخدهم وامشي. بقى كده يا علا؟ طيب ماشي، اما ربيتك. يا ريتني ما رحت لك يا بنتي. ما تقوليش كده يا امي، هو كده كده طبعه ما يطقش اصلا. بنتي انا قلت لامك ساعتها ما تروحش. طب وليه يا بابا؟ انا عايزه اعرف هي عملت له ايه؟ شافش منها اي حاجه وحشه؟ يبقى ليه المعامله الوحشه دي؟ وبعدين انت عارف يا بابا بيقول لي ايه؟ بيقول لي حتى انت مش فارقه معايا اذا كنت انا صابر عليكي عشان خاطر العيال. طب انا كمان عملت له ايه؟ انا شايلاه فوق دماغي، بعمله احسن معامله وبعمل له 1000 مليون حساب، في الاخر يجي يقول لي كده؟ طب اعيش معاه ازاي؟ وبعدين كل شويه بيحسسني ان هو مش بيتي، ويقول لي ده بيت امي وتيجي تعمل فيه اللي هي عايزاه. حسيت بالاهانه، عشان كده ما حسيتش بنفسي غير لما انا باخد العيال وامشي. هقول ايه يا بنتي، ربنا يهديه. اديكي قاعده معانا هنا لحد ما اعصابك تهدى، نشوف الموضوع هيرسي على ايه وهيتم على ايه. عادي يا بابا، خليني قاعده، يمكن يعرف بقيمتي ويحس بيا، ويحس ان هو لما كان بيفتح الباب كده ويلاقي ست قدامه بتقول له الحمد لله على السلامه، غير لما يفتح الباب ويلاقي البيت فاضي وساكت. ده لو حس وعنده احساس اصلا. ربنا يهديه يا بنتي ويبعد عنه اللي بتملى له ودانه. ربنا كبير ما بيسيبش ابدا حق مظلوم. عندك حق يا امي. ايوه يا امي. ايه يا محمود عملتي ايه؟ ما عملتش حاجه يا امي، هعمل ايه؟ كل واحد حر. وبعدين انا حلفت عليها وقلت لها مش هاجي اخدك. انا مش عارفه علا اتجننت ولا ايه؟ وبعدين ما انت حر ببيتك، تدخل اللي تدخله وما تدخلش اللي انت عايزه. لا ازاي بقى؟ فاكره نفسها ممكن تمشي كلمتها عليا. بقول لك ايه يا محمود، انت بعت لها رساله وقول لها لو ما جيتيش خلال يومين انت حر. ما انا فكرت فعلا في كده يا امي وهعمل كده. وساعتها بقى وريني هتعمل ايه، عشان انا قلت لها لو عدى بدل اليوم سنه مش هاجي عند بيت ابوكي ولا هاجي اخدك. هي طبعا فاكراني بقول كلام وخلاص. يعني ايه بتقول كلام وخلاص؟ هي مش عارفه قيمتك ولا ايه؟ اعمل بس اللي انا قلت لك عليه. حاضر يا امي، مع السلامه يا حبيبتي. يا محمود بقى عدي عليا يا حبيبي عشان عملت لك اكل جديد تاخده معاك وانت ماشي. حاضر يا امي، ربنا يخليكي ليا. ويخليك ليا يا حبيبي. ايوه صح كده، ابعت لها رساله واشوف بقى رد فعلها ايه. احسن حاجه ابعت لها فويس وانا لسه هكتب. قدامك يومين يا علا، لو ما رجعتيش يبقى بعتي حد من اهلك يجي ياخد جهازك، وولادي انا مسؤول عنهم، وابقي شوفي نفقاتك ايه عشان ابقى ابعتها لك برضه. بس كده ابقى كده عملت اللي عليا. انا سبتك اسبوع تهدي، فاكره نفسك ايه هتتمادي فيها ولا ايه؟ يا وصلت بيها بابا البجاحه لحد كده؟ ايه الرساله اللي هو بعتها لي دي؟ كان ما يجي يطيب خاطري وياخدني ونمشي. والله يا بنتي انا ما عارف اقول لك ايه، بس كل اللي عايزه اقوله لك يا علا بلاش خراب بيت يا بنتي عشان خاطر عيالك. استحملي يا علا وبكره ربنا يهديه. واقول لك ايه يا علا، ايه رايك يا حبيبتي اروح اتكلم معاه؟ يمكن لما اتكلم معاه ربنا يهديه. لا يا بابا، بعد ما نفسيتي الايام اللي فاتت هديت شويه، بعد الرساله دي تعبت تاني. انا حاسه ان هو بيضغط عليا، حاسه ان هو بيستعبدني. والله يا بنتي ما عارف اقول لك ايه، ربنا يهدي الحال ويصلح الحال. وارجع واقول لك اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. ونعم بالله يا بابا. هي يا بنتي اللي انت بتقوله لي ده؟ والله يا علا كل كلمه بقولها لك صح. طب انت ايش عرفك يا بنتي؟ هو سايب حد غير لما قايل له؟ وعامه اخويا اللي قال، ما انت عارفه ان اخويا صاحبه قوي ما شاء الله عليه، بدل ما يجي يصالح مراته ويرجعها البيت رايح يدور على عروسه. اتصرفي يا علا، كده الموضوع هيكبر ويوسع، ولو راح يتقدم لحد وحد يوافقوا عليه هتبقى خلاص كده المشكله خرجت عن السيطره. حاضر يا منى، انا هتكلم مع بابا واشوف هعمل ايه. منك لله يا محمود، ليه كل اللي انت عامله فيا ده؟ انا مش عارفه. خلاص يا حبيبتي شوفي هتعملي ايه وكلميني. حاضر يا منى، كتر خيرك ان انت قلتيه. لا يا حبيبتي ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت صاحبتي واختي يا علا. مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه. منك لله يا محمود، هو رايح تدور على عروسه؟ يا كريم. كريم. نعم يا ماما. بقول لك ايه يا حبيبي، ما تكلم ابوك في التليفون. اكلمه؟ هقول له ايه؟ هقول له يا بابا تعالى خدنا. طب ما تكلميه انت يا ماما وقولي له تعالى خدنا. لا يا كريم، انا عايزاك انت اللي تكلمه يا حبيبي، تقول له يا بابا تعالى خدنا. حاضر يا ماما. الو. ايوه يا بابا. ايه كريم عامل ايه؟ الحمد لله يا بابا، انت عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي انا كويس قوي.
بقول لك ايه يا بابا، ما تيجي تاخدنا؟ ومين اللي قالك كده يا كريم؟ ماما اللي قالت لي قول لي بابا يجي ياخدنا. طب بص يا حبيبي، انا هقول لك الكلام اللي توصله لها، وانا عارف ان هي سامعاني كده كده. اقسم بالله العظيم ما جاي واخدك يا علا، وزي ما خرجتي من نفسك ترجعي من نفسك، ولا حتى حد من اهلي هيجي ياخدك. وكده كده يا حبيبي بلغ ماما انا ماشي في مشروع خطوبه. خلاص يا كريم اقفل. خلاص يا بابا ماشي. فهمت يا حبيبي هتقول لها ايه؟ يا بابا عرفت. ماشي يا حبيبي، مع السلامه. مع السلامة. سمعت يا ماما قال لي ايه؟ يا حبيبي سمعت. روح يا كريم وانده لجدك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ربنا ينتقم منك يا محمود، زي ما انت هتهدي البيت عليا انا وعيالي. ايوه يا علا يا بنتي. يا بابا انا عرفت دلوقتي ان محمود بيدور على عروسه. ايه اللي بتقولي ده يا علا؟ واتجنن في عقله ولا ايه؟ بدل ما يبص لعياله. انا دلوقتي يا بابا مش عارفه اعمل ايه، احتمال كمان يتجوزها على عفشي وعلى حاجتي، انا لازم ارجع البيت يا بابا. خلاص يا بنتي، شوف انت عايزه تعملي ايه وانا معاكي، وعايزاني اروح اوصلك لحد البيت اوصلك. ماشي يا بابا، انا هحضر هدومي وربنا يكسر نفسه زي ما كسر نفسي. ربنا ينتقم منه يا بنتي. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا يا ولاد خشوا جوه. حاضر يا جدو. معقوله تقعد عندي كل ده يا محمود وانت ما تجيش تاخدها؟ هي ما قالتلكش يا عمي هي عملت ايه؟ وخلي بالك يا عمي، انا ما قلتلهاش تمشي، اللي خدت بعضيها ومشيت لوحديها، حتى لما حلفت عليها ان هي لو خرجت انا مش هروح اجيبها، برضه ما عملتش لحلفاني اي اعتبار، وخدت بعضيها ومشت. يبقى الاصول ان هي زي ما مشيت لوحديها ترجع لوحديها؟ لا يا ابني ما تتكلمش في الاصول، الاصول بتقول ان الراجل عشان راجل هو اللي يراضي مراته، هو اللي يروح يجيبها. اوعى تفتكر ان ده يقلل منك يا محمود، لا يا حبيبي بالعكس، ده يكبرك. والله يا عمي هو ده بقى اللي حصل، المفروض برضه هي تسمع كلامي. عندك حق، اسمعي كلام جوزك يا علا في اي حاجه يقولك عليها. حاضر يا بابا. خلي بالك من بيتك ومراتك وعيالك يا محمود، صدقني يا ابني لو خسرتهم مش هتعرف تعوضهم تاني. سلام عليكم. بص يا بنت الناس، انا هقول لك كلمتين مش هعيدهم عليكي تاني، عليا الطلاق منك بقى المره دي، امك ما هتخش البيت تاني هنا، ولا تكلميها هنا في التليفون. كمان يا محمود هتحرم عليا التليفون ان انا اكلم امي؟ اصبري يا علا لما اكمل كلامي. اي وقت عايزه تكلميها او تشوفيها في اي وقت اديكي فلوس تجيبي زياره وتروحي تشوفيها، غير كده لا. ويبقى نهار عيد عندي يوم امك ربنا ياخدها، عشان نخلص بقى من حوار اروح اشوف امي ولا اختي ولا الكلام الفاضي اللي انت بتقولوه لي ليل ونهار ده. انت كمان بتدعي على امي تموت؟ درجات الغل والحقد مالي قلبك؟ يا ريتها كل ده عملت لك حاجه. اصل القبول ده حاجه من عند ربنا يا علا، مش هتخليني اتقبل امك بالعافيه، انا يا ستي ما بحبهاش، انا حر في قراري وتصرفاتي. براحتك يا محمود، الله يسهل لك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا محمود، انا عليك تدعي على امي. ليه عامله لك ايه؟ اتمنى لها الموت، ولو كانت مضايقاك او قاعده عندك كنت عملت فيا ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك، والله العظيم ما مسامحاك، واذا كنت مجبوره على العيش عشان خاطر ولادي فربنا اكيد عارف حاجه زي كده، مش هيسيبني كده ابدا، ربنا ينتقم منك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه مالك قاعده كده ليه؟ ما فيش حاجه. قمتي ليه؟ اي محضر لك الاكل. طيب ماشي، خليكي زعلانه براحتك. لو سمحتوا، انا غلطان في اللي انا عملته ده؟ اظن من حق استقبل اللي عايز استقبله ببيتي، واللي مش عايز لا، ومن حقي برضو ان مراتي تسمع كلامي وما تتنليش كلمه. اما اقول لها ان امك مش مرغوب فيها ببيتي خلاص، انا اصلا لا هي فارقه معايا ولا امها. هقولها تاني، انا عشان خاطر العيال بس مستحمل، ما ست كبيره كده وبتخرف وما بتعرفش بكلامها، وسبحان الله انا اصلا من البدايه ما بحبهاش، سيبني بقى بحريتي. ايه تخنقني وتضايقني؟ لا وبقى لها اسبوع من ساعه ما جت وما بتكلمنيش، زعلانه قوي من الكلمه اللي قلتها لها. يبقى يوم فرح عندي لما امها تموت. حق ربنا لما قلت لها كده ما سابتش البيت ومشيت تاني، وقاعده بس قاعده زعلانه ومكشره في وشي، وبتكلمني كمان من غير نفس. هل انا كده غلطت واتسرعت ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي وتعرفوني، بس انا واثق ان انا صح في كل حاجه. انت لا صح ولا اي حاجه، ده انت انسان غليظ القلب، قلبك جاحد، حتى كلامك جاحد. بعدين ايه يعني ايه مراتك مش فارقه معاك؟ يا سلام، لو مراتك مش فارقه معاك سيب البيت وسيب عيالك في قلب بيتك وامشي، وبعت لها مصاريفها ومصاريف عيالها، وخليك راجل. لما انت عمال تتكلم في الاصول وانا مش شايفاك بتتكلم في اي حاجه في الاصول، انت اسلوبك الجاف ده لا يطاق، الله يكون في عونها. وعايزه اقول لك حاجه كده، لو دعيتك قدرتك على ظلم الناس اتذكر قدره ربنا عليك، حياتك معاها كلها تهديد. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ترضى المعامله دي لبنتك؟ ترضاها لاختك؟ يا شيخ اتقي الله، ده انت مؤتمن عليها، ده المفروض في ايدك القوامه. روح لمراتك وطيب خاطرها، ربوا ولادكوا كويس بينكم، طيب خاطر الست الكبيره حماتك اللي اصلا ما غلطتش فيك خالص، هم مستغربين انت بتكرهها كده ليه، وخليها تدعي لك دعوه حلوه بدل ما تدعي عليك، مع اني عارفه ان انت مش هتعمل كده، ان من الواضح ان انت قليل الاصل قوي. كانت مراتك 10 السنين مش فارقه معاك، هتفرق معاك امها؟ وبعدين امك دي اللي انت بتقول عليها صاحبه البيت دي ام ما عرفتش تربي، مخلفه واحد عديم الاحساس،
لا عندك رحمة ولا ذوق. بس عايزة أقولك على حاجة، الدنيا دوارة وكل اللي بتعمله هتلاقيه. أنت ما شاء الله مخلف ولد وبنت، والله هيتردلك. نصيحة مني، خلي عندك رصيد حنية ورحمة في قلبك لزوجتك بالذات، عشان يوم ما تقع هي اللي تشيلك، لما تتمنى فيك كل حاجة وحشة. بصراحة هيبقى عندها حق، المعاملة الجافة اللي انت بتعملها لها. ويا عم هنفترض ان الست دي الكبيرة دي غلطانة ومقصرة عليك، ابعد عنها وتجنب وجودها معاك خالص، انما ما تمنعهاش انها تزور بنتها او بنتها تزورها. انت ما قبلتش انها تعكس الموقف وتخلي مامتك مكانها، وما قبلتش ان كلمة واحدة تتقال عليها. اما هي زي ما امك غالية عليك، هي برضو امها غالية عليها. لو مامتك ضايقت مراتك بأي شكل هتقول لها معلش استحملي، دي ست كبيرة. واللي انا شايفاه ان انت بايعها على كل الحالات وهي شارية بيتك. عايز تقول لها كمان ان يوم عيد لما مامتك تموت وانت عايزها كمان كل ده ما تقلبش حتى وشها؟ والله العظيم لو واحدة غيرها كانت عملت معاك تصرف انت ما كنتش هتقدر عليه، بس للأسف الطيبة بتاعتها هي اللي مخلياها مش عارفة تاخد حق ولا باطل معاك. انت ظالم ظالم ظالم، الله يعينها عليك. وعامة ده رأيي، واستنى بقى رأي المتابعين، عشان حق ربنا انت حرقت لي دمي. حسبي الله ونعم الوكيل. وفي النهاية لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك الجميل وتعليقاتكم الحلوة قوي اللي بتفرحني. وبالله عليكم ما ننساش اللايك والتعليق الجميل، علشان دي الحاجة الوحيدة اللي بترفع الفيديو. وإن شاء الله القناة هتكبر وتكبر بكم يا أحلى عيلة في الدنيا. وفي الآخر عايزين كلنا نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، علشان دي الحاجة الحلوة والحسنة اللي هتقعد لي وتقعد لكم إن شاء الله.